حرص رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على استغلال عملية اغتيال القائد في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، مركزا على حجم الدور الذي لعبه الشهيد في مواجهة الاحتلال، وحجم العمليات التي نفذها ضد جنود الاحتلال واستهدافه للمستوطنات بواسطة الصواريخ. ورغم أن نتنياهو لم يتحدث بشكل مفصل عن المراحل اللاحقة من التصعيد، إلا أن رئيس الأركان أفيف كوخافي شدد على أن تل أبيب لا تريد الذهاب إلى جولة واسعة من المواجهة. إسرائيل اغتالت المسؤول الكبير في الجهاد الإسلامي في غزة، والذي كان ينفذ الإرهاب الأساسي ضدنا من قطاع غزة في السنة الأخيرة، وقد نوقشت عملية اغتياله بشكل عميق في الأشهر الأخيرة في الحكومة المصغرة، واتخذ القرار باستهدافه بالإجماع. وأطلب من مواطني إسرائيل الالتزام بالتعليمات، لأن هذه المواجهة ستستمر لزمن معين. ليس لدينا نية بالتصعيد، لكننا جاهزون لذلك، وإذا اضطررنا فإننا سنقوم بعمليات اغتيال جديدة، ونحن مستعدون لكل السيناريوهات. الأوساط الصهيونية المختلفة عبرت عن قلقها من احتمال توسع المواجهة وتمددها إلى جبهات أخرى، فيما شهدت مختلف المدن الصهيونية ومن بينها تل أبيب حالة من الاستنفار، وسيطرت أجواء الحرب على حياة المستوطنين. ساسة وخبراء صهاينة حذروا من تراجع قدرة الصهاينة على الصمود في محيط قطاع غزة مع استمرار المواجهات، ودعوا إلى الإسراع في إنهاء التصعيد حتى تتثبت صورة الاغتيال في الوعي الإسرائيلي، لأنه في حال امتدت المواجهة لمدة من الزمن فإن ما سيرسخ في وعي الصهاينة هو الصورة النهائية للمواجهة، والتي ستكون لمصلحة الفلسطينيين.